ازيكم؟ الولد الصغير ده اسمه كالفين، وهو مش مجرد ولد يتيم عايش في دار الايتام ومعاه 2 صحابه وبس. ده مستنيه حاجه كبيره قوي. في يوم وهو بيلعب مع صحابه الاتنين اتفاجئ بان مجموعه من الولاد المتنمرين جايين عليهم. الزعيم بتاعهم كان اسمه اوكس، وكان بيكره كالفين جدا. فضل يضايق فيه لغايه ما اجبره انه يتنافس معاه في ماتش كره سله بينهم هما الاتنين وبس. حاول صحاب كالفين انهم يقنعوه ما يلعبش، لكن عشان كالفين كان بيحب مايكل جوردن اسطوره كره السله الامريكيه، قرر انه ما يهربش ويواجه اوكس، واللي طبعا قدر يكسب كالفين بسهوله شديده عشان فرق الخبره والطول اللي بينهم في اللعبه دي. واخد اوكس التيشيرت المفضل بتاع كالفين وقطعه قدام عينه. انت كمان ممكن تحصل حاجه قدام عينك دلوقتي، عارف ايه هي؟ الحاجه دي هي انك لما تنزل وتدوس على زرار الاشتراك اللي تحت دلوقتي هتشوف بعينك انك قدرت تتابعنا اول باول وما يفوتكش حاجه واحده من اللي بننزلها. فيلا انزل اشترك بسرعه ودوس على زرار اللايك، وتعالى نكمل مع بعض احداث فيلمنا النهارده. بالليل كان الاطفال قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون في الدار، لكن فجاه ظهر مدير الدار دي وقفل التلفزيون وقال للولاد يقوموا فورا عشان يلحق كل واحد فيهم يبيع الحلويات اللي بيخليهم يبيعوها للناس كل يوم. وفعلا راح جوردن على ملعب كره السله المشهور، لان كان في ماتش مهم بين فريقه ومنافسه الوحيد في الدوري الامريكي لكره السله. لكن بعد ما الماتش خلص لمح كالفين مدرب فريقه المفضل بيركب عربيته عشان يمشي، فجري بسرعه عشان يبيع له الحلويات اللي معاه، وقال له انه بيبيعها عشان فلوسها هتروح لعمل خيري. فتعاطف معاه المدرب وطلع له $20، لكن الولد ضميره صحي وقال للمدرب انه مش لعمل خيري انما مدير الدار هو اللي بياخدهم. فاعجب المدرب بصراحته وعرض عليه 4 تذاكر مجانيه للماتش بتاع الفريق بكره. ففرح الولد جدا وجري عشان يبلغ زمايله. في اليوم الثاني كان يوم التبني، وجت الاسره عشان يشوفوا طفل ياخدوه معاهم، لكن في اليوم ده عرف كالفين ان مفيش اسره هتحب ولد كبير زيه، وهم كلهم بيدوروا على الاطفال الصغيره. وبعد ما اليوم خلص جت راهبه من الكنيسه عشان تدي للاولاد الهدوم القديمه اللي اتبرع بيها ناس كتير، بس لفت نظر كالفين كوتشي ابيض رياضي، فجري عليه واخده. سال الراهبه عن صاحب الكوتشي ده لو تعرفه، قالت له انها ما تعرفوش شخصيا بس تقريبا هو واحد من اشهر لاعبي كره السله اللي موجودين، لكنها مش فاكره اسمه، عشان لما شاف مايك الحرفين المكتوبين على الكوتشي من جوه يعرف على طول انه بتاع مثله الاعلى والاسطوره مايكل جوردن. اوكس المتنمر مرضاش يسيب برضه كالفين في حاله، وراح اخد منه الكوتشي اللي فرحان بيه ورماه في الهواء عشان يقع بعد كده على سلك الكهرباء. وبالليل بعد ما الكل نام ما كانش قادر كالفين انه يسيب الكوتشي بتاع مثله الاعلى بره في المطر، فقرر يخرج مع صحابه عشان يجيبوه. وطلع على الشجره لوحده وفضل يحاول يوصل له لغايه ما جت صاعقه من السماء وضربت السلك اللي عليه الحذاء، فعملت شراره كبيره ووقع كالفين على الارض. وعرف كالفين ان الكوتشي بقى فيه قوه غريبه من نوعها، لكنه قام بسرعه مع اصحابه ورجعوا للدار تاني قبل ما حد يحس بيهم. وفي يوم الماتش المهم راح كالفين مع صحابه الاثنين واخد ال4 تذاكر وكانوا داخلين عشان يتفرجوا على الماتش، لكن فجأة ظهر المتنمر اوكس مع عصابته، وحس كالفين انه هيتحرم من فرصة عمره، فعشان كده عرض على اوكس انه يجي معاهم للماتش بالتذكرة الرابعة اللي معاهم مقابل انه ما يعملش حاجة. وفعلا نجحت خطته ودخلوا ال4 للماتش وكانوا مبسوطين جدا والاجواء كلها حماس لغاية ما خلص الشوط الاول، وجت فقرة الترفيه اللي بين الشوطين، ونزل بطل الفريق والكابتن وعملوا قرعة عشان يختاروا واحد من الجمهور ينزل يلعب مع الكابتن لوحدهم ويلعب القدر لعبته، وتطلع رقم التذكره اللي في السحب هو نفس رقم كالفين. حاول اوكس وقتها انه ياخد التذكره منه، لكنه قرر المره دي انه ما يسيبش الفرصه دي ابدا تضيع من ايده، وخدوا اوكس وساعدوا اصحابه في انهم يمنعوه. وجري بسرعه كالفين ونزل الملعب وقابل كابتن فريقه المفضل، ولما بداوا يلعبوا قرر الكابتن انه يسيب الطفل هو اللي يجيب اول هدف عشان ما يكسرش خاطره يعني، لكن حس ان الولد محترف وهيقدر يكسبه، فعشان كده قرر ما يسيبلوش فرصه. ولما حس كالفين انه السكه مقفوله عليه جدا للسله قرر يحاول محاوله يأسة وينط نطه عاليه، وفعلا نجحت النطه وخلت اللاعب والمدرب وصاحب النادي والجمهور كله بقهم مفتوح من الصدمه. وبعد ثواني بدأ الكل يهلل للولد المعجزه ده. تاني يوم على طول راح المدرب وصاحب النادي لدار الايتام وعرضوا على المدير بتاعها انهم ياخدوا كالفين يلعب معاهم. في الاول المدير الجشع رفض، لكن لما عرف ان فيها فلوس وافق على طول، وبدأ صحابه يساعدوه في انه يجهز هدومه، وراح كالفين عشان يلعب مع فريقه لاول مره. وطبعا اول ما دخل اوضه اللبس بتاعت اللعيبه الكل قاعد يتريق على كابتن الفريق اللي اتهزم من طفل صغير، لكن الكابتن حذرهم ان حد يهزر معاه في الموضوع ده، وجاب صاحب النادي الكالفين الطقم بتاعه وحذاء جديد كمان. اتوتر كالفين وسأل لو ينفع يلعب بالكوتش بتاعه، فكان الرد انه مش هيفرق يلعب باي حذاء، المهم يفضل متألق. وبدأت المباراة بتاعة فريقه وكانت المنافسة شديدة، لكن للأسف كان الفريق متأخر بفرق بسيط ولازم يفكر المدرب في حل بسرعة. فرفع كالفين ايده وطلب المشاركة عشان يوافق المدرب عليه ويقول له يجهز نفسه، لكن كالفين حس بعدم الثقة في نفسه عشان مش لابس الحذاء بتاعه، ولما نزل يلعب ما كانش عارف يعمل ايه،
فطلب المدرب وقت مستقطع ونادى لكالفين يساله في ايه، لكن كالفين قال له انه هيروح يجيب حاجه مهمه من اوضه اللبس بسرعه ويجي، وراح قلب الدنيا لغايه ما لقى الحذاء بتاعه فعلا، ورجع وهو كله ثقه بالنفس وبدا الماتش تاني، وقدر كالفين يبهر الكل بمهارته وفاز الفريق وصعد للمباراه النهائيه. فعرض عليه المدرب انه يسافر معاهم يلعب في المباراه النهائيه لانه بقى من اقوى اللاعبين اللي يعرفهم، وفعلا بدا كالفين يجهز حاجته، لكن مدير الدار الجشع وبدا يتكلم معاه بحنيه غير مسبوقه، وطبعا عشان هو طمعان في الفلوس اللي هتيجي من وراه. سافر الفريق كله للمدينه اللي فيها ماتشهم اللي جاي، وكان نصيب كابتن الفريق واللي اسمه تريسي انه يكون في اوضه مع كالفين الطفل اللي ما كانش مصدق نفسه اول ما دخل الاوضه من الجمال اللي كان فيها. ولما عدى النهار وجه الليل بدا تريسي يجهز نفسه عشان عنده ميعاد مع حبيبته، لكن شاف كالفين هو كمان بيجهز، فعشان يخليه ما يخرجش معاه ويبوظ له خروجه مع اصحابه قال له انه ممكن يقعد في الاوضه ويدوس في التليفون على زرار رقم 9 يرد عليه خدمه الغرف فيقدر يطلب منهم اللي هو عايزه على حسابه الشخصي. وفعلا لما عمل كالفين كده ما كانش مصدق وطلب تقريبا كل حاجه هو بيحبها من خدمه الغرف، وفعلا جات له الحاجه واكلها كلها. ولما رجع تريسي من سهرته مع صاحبته دخلوا الاوضه واكتشفوا انها متبهدله جدا، ولما ظهر كالفين من ورا كل الكركبه دي اكتشفوا انه تعبان جدا بسبب كميه الاكل اللي اكلها، وضاعت الليله على تريسي وصاحبته بسبب كالفين. ولما رجعوا الاوضه كمان عشان يناموا ما عرفش كابتن الفريق انه ينام بسبب شخير الطفل طول الليل، وده خلاه تاني يوم يروح الماتش وهو مرهق وتعبان بسبب قله نومه. واللي زود الطينه بله ان كالفين قال للمدرب ان تعبه ده بسبب سهرته بتاعت امبارح، فقرب المدرب من تريسي وحذره بلهجه شديده انه لو ما فاقش لنفسه وبطل التصرفات اللي بتضر بصحته وبالتالي هتضر بالفريق كله فهيكون ده اخر يوم ليه مع الفريق. ودي كانت اللحظه اللي بيكره فيها تريسي كالفين اكتر. وراح تريسي بعد كده للصيدليه عشان يجيب دواء بتاعه، لكن اكتشف ان كالفين كان مستخبي في العربيه بتاعته وقرر يجي معاه المشوار، وبدأ الاتنين يتكلموا مع بعض شويه في الطريق، وسالوا كالفين عن اهله، لكن تريسي قال له انه ما عندوش غير ابوه، لكن في بينهم مشاكل كتير ومش بيكلموا بعض. ولما وصل للصيدليه افتكر انه لازم يجيب برشام منوم عشان يساعده على انه ينام رغم ازعاج الطفل الصغير، لكن قبل ما يركب العربيه ويتحرك اخد بالغلط برشام النوم بدل البرشام التاني ووقع من طوله جوه العربيه ونام نوم عميق ما قدرش كالفين حتى يصحيه. لكن الطفل المعجزه كان عارف ان لو تريسي اتاخر على الفندق اللي بعد الساعه 12 فده هيكون اخر يوم ليه، وعشان كده قرر يتصرف وسهو العربيه بنفسه، طبعا سبب كوارث كتير لكنه قدر يوصل قبل الساعه 12 وانقذ زميله في الفريق من ازمه حقيقيه. وفي اليوم الثاني اكتشف تريسي اللي حصل وعرف ان كالفين اتمنع من لعب الماتش بسبب سواقته للعربيه امبارح، وزعل على الولد جدا وبدا يقرب منه بعد كده وشكره على الموقف اللي عمله معاه، وكمان دعاه لانه يجي يقضي معاه يوم في بيته. كالفين المشهور رجع للدار لكنه كان حقق فلوس كتير من لعبه واستخدم الفلوس دي عشان يشتري حاجات كتيره لكل اطفال الدار، لكن اوكسي المتنمر كان بيحسد كالفين على كل اللي عنده، وعشان كده قرر يفضح سيره لصاحب الدار وعرفه كل اسرار كالفين. وبعد كده بدات العائلات تيجي عشان تتبنى كالفين الطفل المشهور، لكنه ما كانش حابب ولا اسره فيهم في الوقت ده، كان صاحبه الوحيد متضايق لانه نفسه ان اسره تتبناه، فراح لكالفين وقال له انه متضايق لان في اسره هتاخده وهو هيفضل لوحده بعد كل ده وسابه ومشي، لغايه ما جت اسره من الاغنياء. حاول صاحب الدار انه يجيب حذاء اغلى لكالفين واقنعه انه لازم يلبسه وهو بيقابل الاسره دي، وكل ده عشان يخليه يقلع الكوتش بتاعه، وفعلا ده اللي حصل وسلم كالفين الحذاء لصاحبه وقال له انه يحميه بحياته، وراح قابل الاسره دي. وبعد ما خلص اللقاء راح في اليوم التاني عشان يقابل تريسي في بيته، وقضوا يوم حلو جدا مع بعض على عكس العاده، وده ساعدهم في انهم يقربوا اكتر من بعض، وتعلق تريسي بكالفين اكتر وبدا يفكر انه يتبناه، وده اللي حس بيه كالفين برضه. لكن في اليوم الثاني في دار الايتام بدا يتكلم مع زمايله عن التبني وانهم لازم يلاقوا اسره تاخدهم ويفضلوا مع بعض، فقرر كالفين انه يعمل مفاجاه لتريسي وراح جاب ابوه اللي مخاصمه بقاله كتير وراحوا لبيته، لكن تريسي اتعصب جدا ورفض يقابلهم وطردهم، وزعل تريسي من كالفين وده انعكس على ماتش الفريق وخسروا واحد من الماتشات المهمه في الدوري. في نفس اليوم بالليل راح المتنمر اوكس لصاحب كالفين واخدوا المدير الدار عشان يخلوه يعترف فين مكان الحذاء المحظوظ بتاع كالفين، وده لان الجشع مدير الدار قرر انه ياخد الحذاء من كالفين ويراهن الناس اشرار على خساره الفريق لان كالفين مش هيبقى زي ما متعودين عليه. وفعلا قدروا يهددوا الولد بصوره امه ويقنعوه انه يعترف بمكان الحذاء وقال لهم على مكانه فعلا. ولما كان كالفين مستني صاحبه ويجيب له الحذاء بتاعه يجي اتصل بيه وقال له اللي حصل، فخرج كالفين زي المجنون على الدار وبدا هو وزمايله يربطوا مدير الدار في الكرسي عشان يرجع لهم الحذاء لكنه رفض، فدخل المتنمر اوكس وحصلت المفاجاه انه انقلب على المدير وفتح خزنته واخد الحذاء منها ورماه لكالفين وخرج الكل عشان يلحقوا الماتش. فقدر مدير الدار يفك نفسه من الكرسي واتصل بالعصابه وقال لهم انه يحاولوا يمنعوا الاولاد من الوصول للاستاد، لكن العفاريت الصغيرين دول قدروا يفلتوا منهم
ووصل كالفين للملعب لكنه اتفاجئ بمدير الدار قدامه فضربه بالسكوتر بتاعه ودخل الماتش وكان مبدع وقدر يبهر الكل زي العاده. لكن فجأة حصل عليه تدخل عنيف واتقطع الحذاء وجه تريسي عشان يواسيه وحكى له كالفين على اللي حصل معاه كله. لكن تريسي قال له ان القوه مش في الحذاء، القوه الحقيقيه في الثقه بالنفس، وتشجع كالفين وغير الحذاء بتاعه المقطوع وكملوا الماتش وكسبوا المباراه. كان وقت جميل. وبعد الماتش العلاقه بين تريسي وابوه رجعت لطبيعتها وقرر تريسي يروح للدار ويتبنى كالفين، واشترط الطفل المعجزه انه ياخد معاه صاحبه الوحيد وعاش الثلاثه اسعد حياه مع بعض. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا النهارده. مستنيين نقرا رايكم في الكومنتات وما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك تحت الفيديو واستنونا في افلام كتير جايه. باي باي.